سلام البنات، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. اليوم باذن الله حنشارك معكم وصفه جديده اونترومي صالي. يعني درت هنا بطاطا مهروسه بوم دو تيغ اكرازي على هاد الشكل هدايا، سي بوغ سا سميتها اونترومي، يعني كيكه مالحه. في الوسط هكذا درت لها بولي على كريم وشكلتها على هاد الشكل هذا. نروحو كيف كيف نشوفو المقادير وطريقه التحضير. الوغ كيما راكم تشوفوا هادو هما المكونات اللي حنحتاجهم. بيان سور نسحق هنا كميه تاع البطاطا اللي كنت فورتها من قبل وجلي كرازي هكذاك وهي سخونه. من بعد عندي شويه تاع الشيدار، عندي شويه تاع فرماج بلون، كميه تاع البرسيل يعني المعدنوس، نوا د موسكاد، شويه تاع جوز الطيب، ملح وفلفل كحل يعني سالي بوافغ. نوا د موسكاد هذاك ما كانوش نديرو لها. عندي هنا 2 كويير سوب تاع لا فارين بوغ 1 كيلو تاع بوم دو تيغ. عندي زوج حبيبات تاع ولاد الدجاج. وهنا بوغ لاباغي اللي حنديرها لها في الوسط، هنا عندي شويه تاع صدر الدجاج، نتوما تقدروا ديروا شامبينيون برك، تقدروا ديروا شامبينيون ودجاج كيما حبيتوا. عندي هنا نصف صدر تاع الدجاج قطعته، حبيبه بصل صغيره، شويه تاع لا مارغرين وكاس تاع لا كريم فريش. هذا واش راني حنسحق. نروحوا اولا نحضروا لا بوم دو تيغ تاعنا، نسبقوا فيها هي الاولى باش نخلوها تبرد. فوالا. الوغ هنا خديت البطاطا ديالي اللي قلت لكم جلي كرازي وهي سخونه هكذاك، باش يعني نقدروا لها كي تكون بردت حتى تقرسل وما نقدروش نعبزوها مليح. فوالا. انا هنا درت لها غير هكذا بلو فوي كما راكم تشوفوا. من بعد حنزيد لها المكونات اللي نسحقهم فيها. درت زوج حبيبات ولاد الدجاج، انا درت 2 كويير سوب تاع لا فارين، يعني بوغ 1 كيلو تاع البطاطا درت زوج مغارف تاع لا فارين. من بعد راني حنزيد، تبعوا معايا لا فيديو وتشوفوا القوام اللي لازم تحصل عليه. حطيت هذاك البرسيل والفرomاج بلون. فوالا. درت شويه تاع فلفل كحل بوفغ نوار والملح بيان سور ما نساوهش. هنا نجي ندير لها شويه تاع نوا د موسكاد، صدقوني جوز الطيب حطيت لها انغو بزاف بنين. فوالا. جرب شويه تاع نوا د موسكاد، نتوما تقدروا تبلوها ولا تنكروها باش حبيتو. ونكمل هكذا بلو فوي، نسي كيفاش نخلط مليح هذوك المكونات حتى وين يتجانسوني مليح، غير بالعقل. مع الاول تجي شويه صعيبه هكذا لا فارين كي تكون هكذاك وحده، من بعد غير يتجانسوا خلاص. فوالا ليسونسيال نخلطوا لها عفوا نخلطوها تري بيان. فوالا. وشنو هنا لازم القوام تاعها كي تخلطوها تحسوها حاكمه روحها، ما لازمش تكون بزاف بزاف طريه كيما نديرو هكذا لا بيوري. لا لا، نسحقها بوم دو تيغ اكرازي تكون حاكمه روحها. و il faut jamais هنا تيتيليزيو البغا ميكسور. راني قلت لكم زعما ماشي باش تسهلوا على روحكم ولا تروحوا تجيبوا بغا ميكسور، لا لا، القوام تاعها نحوسو يكون على هاد الشكل هذا. من بعد زدت لها شويه تاع فرماج غابي، كميه صغيره ماشي بزاف. هنا انا يخصتني لا فارين، الوغ حنزيد لها 1 كويير سوب واحده اخرى. نتوما ديروا بيان سور حسب الكميه اللي درتوها. اذا درتو كتر من كيلو ديروا في بالكم حديروا لها كتر من 3 مغارف تاع الفارينه. كمل نخلطها وما تنسوش بلي حنخلو هاد الخليط يبرد سماح يعاود يتماسك. انا هنا جمعته هكذا تري بيان وخليتها تبرد لي تري بيان في الفريجيدير، يعني نحضروها من قبل ونخلوها تبرد باش تتماسك لنا هذيك البطاطا. فوالا. هنا راني حندخلها ونروح نوجد البولي تاعي. في مقلاة درت شويه تاع الزيت، نحط شويه تاع لا مارغرين، نخليهم يسخنوا مليح. فوالا. قلت لكم الحشوه ديروها باش حبيتو ديروا شويه تاع لا فيونداشي، ديروا شامبينيون، يعني ديروا واش كان عندكم. نحط الحبه تاع البصل هذيك اللي قطعتها صغير، يعني هنا خديت حبه صغيره فقط. نخلي البصل تاعي يتقلى في غردو ويدبل لي كامل، يعني ونحمرو شويه، يعني نعطيلو تحميره خفيفه فقط.
هنا بعد ما يبالي تجي نحط عليه هذاك الدجاج هذاك باش نزيد نقليه هو تاني يكمل طياب هذاك البصل عفوا يكمل طيابه مع الدجاج. صدقوني هاد الطريقة هادي يعني راهي جديدة ونحاولوا كيفاش نحبوا الأطباق تاعنا كيفاه نزينوهم ونحطوهم نقدموهم بطريقة تكون مخلفة شوية، ولكن في البنة تاني نأكد لكم بلي حتعجبكم بالبزاف سورتو لي زونفون كما على بالكم تو سكي بوم دو تير بولي كامل هاد العفايس قاع يحبوهم، الوغ جربوها وماكمش حين تندموا عليها ان شاء الله. هنا جيت ناسيزوني البولي تاعي درت شوية تاع بوفر نوار شوية تاع الملح غير ملح وفلفل كحل فقط. نحاول كيفاش نخلطهم هكذا انا البولي تاعي هنا كان مازالو شوية كونجلي فوالا ونطيبوه كيما يعني مولفين نديروه عادي نخليه هنا يطيب على خاطرو. بعد ما طاب لي فوالا شوفوا كيفاش راهو قلت لكم البصل حبيته يكون شويه كاراميليزي باسكو حيمد الذوق بزاف بنين هكذا فوالا. هنا كان خلاص طاب لي نطفي عليه ونخليه يبرد. اونتر طون رحت جبت هذيك لا بوم دو تيغ تاعي جبت هاد لو مول هدايا دهنته تري بيان بلا مارغرين يعني دهنوه جينيروزمون بلا مارغرين ديرلو كميه لاباس بها ونروح نحط هذيك لا بوم دو تيغ تاعي كاع لداخل ونسيي كيفاش نسقمها. هنا لازم تكون عندكم شويه ليماجيناسيون علاش حبيت نديرها على شكل قلت لكم اونترومي بصح وشنو حبيت ندير لها شغل حفره هكذا شويه في الوسط اللي حنحط فيها هذيك لاباري هذيك فوالا سما هنايا سيو الطرف ديالها ديروهم شويه عاليين وخلوا لها حفره في الوسط يعني شوفوا برك هكذا تبعوا معايا بعينيكم حين تفهموا الفكره شويه مالغري ماهيش تبان مليح في الكاميرا مي الطرف تاعها كاع راهم طالعين والوسط راهو هابط فوالا راكم تشوفوا هكذا نورمالمون راهي تبان فوالا سيو على قد ما قدرتوا عفوا ديروا لها هاد الشكل علاش قلت لكم لازم تخلوها تبرد مليح باش تاخذ معكم الري. من بعد رحت نوجد لاباري تاعي خديت هذاك الدجاج اللي طيبته في البصل ندير له 150 مليلتر تاع لا كريم فريش ما يعادل هكذاك واحد الكاس مليح تاع لا كريم فريش ندير لها حبيبه تاع ولاد الدجاج ونروح نزيد لها هنا شويه تاع الملح ونخلطها هكذا بلو فوي هذا واش حنسق فيها فوالا طريقه بزاف سهله. هنا بعد ما كملتها جبت هذيك البطاطا تاعي اللي كانت بردت وحكمت روحها ونحط هذاك الدجاج كاع في الوسط على هاد الطريقه كما سبق وقلت لكم تقدروا ديروها بلا فيونداشي تقدروا ديروها بالشامبينيون انا افون كنت نديرها بالشامبينيون بزاف بنينه يعني جربوها بوش كان عندكم وماكمش راحين تندموا عليها. فوالا نسيت كيفاش نسقمها شويه من بعد زدت لها شويه تاع لا شابلور درتها جوست فوق لا بوم دو تيغ يعني هنا ماهيش تبان الالوان ماهمش يعني هم بريسك كيف انا هنا لا شابلور درتها على الطرف فقط باش تمد هكذا اللون وقرمشه للبطاطا ديالي. وهذه هي انا هنا نكون كملت المونتاج تاع لونطرومي تاعي نروح ندخلها للفرن اللي كنشعل على 180 درجه مده 35 دقيقه حتى 40 دقيقه يعني صا ديبون تشوفوا نتوما عينكم ميزانكم من بعد تشعلوا لها من الفوق وهايليك النتيجه جات بزاف شابه يعني هكذا بالعين تعجب او ميم طون كي تذوقوها صدقوني حتعجبكم بالبزاف. تقدروا ترافقوها بيان سور بأون سالاد يعني جوست اون سالاد تكون معاها ولا تكونوا وجدتوا اون صوص بلونش فيها شويه تاع الحميصه شويه تاع الدجاج تقدروا ديروها معها يعني كما نديروا مع السفيريه ايتو نقدروا نحطوا ان مورسو من هاد لونطرومي هادية ونحطوا اون صوص بلونش وحتجي بزاف هايله وبنينه وتعجب يعني الكبير كما الصغير. هنا حاولت نقطع لكم ان مورسو باش تشوفوها كيفاش حاكمه روحها
فوالا. نتوما برك راني وصيتكم لا بوم دو تيغ لازم تخلوها تبرد، واذا شتوها ماشي حكمه روحها زيدوا فرينه وما تخافوش باسكو حتاخد يعني وقت في الفرن وحطيب مش حتجي قاع يعني مش حيبان الذوق ديالها. ليسونسيال تجينا محكومه وهم لك هنا كنت نوريكم في الطبقات، طبقه تاع البطاطا وتاع هذاك لو بولي. فوالا شوفوا هنا معايا جات ما شاء الله، نجربوها ماكمش حين تندموا عليها. هكذا انا نقولكم لحقت لافين تاع لا فيديو ديالي، ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها عندكم، تخلوا لي سورتو الراي تاعكم في التعليق وما تبخلوش عليا بانجم والبارطاج، بارطاجيو هاد لا غوسيت مع احبابكم، ونقولكم نتلاقاو في اون بروشين فيديو ان شاء الله مع اون نوفيل غوسيت. سلام.